عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا. ان شاء الله نهاركم زين يا ربي. اليوم جيت باش نبرتاجي معاكم وصفة عصيدة الزقوقو سهلة، فيسفيسة، وبسيطة وبنينة. حسيلو هاي نمشيو نشوفوا طريقة كيفاش والمكونات شنو هما. وقبل ما نبداو الوصفه متاعنا ما تنساوش تعملوا الاشتراك على قناتنا، تعملوا دي كومنتير وتقولوا لي رايكم في الوصفه. الو خذيت اني صنادق، بون ستوله مش صنادق فوالا. خذيت ستوله فرختهم في اترا ميل هنا كيما تشوفوا، وباش نمعسوها بالباهي حتى فين يتخلط هيك الماء هذاك الكل هكايا، ونخليوها ترتاح شويه، ومن بعد نقولكم شوش نعملوا. ولهنا كيما تشوفوا بعد ما مسناه بالباه وكل شيء نخليوه يرتاح شويه، او ميم طون ناخذ 250 غرام فرينه ونحلوها في شويه ماء ونحلها بالباهي تتنحى الكعابر. هاو باش نوريكم شوش نعملوا. الو توا صفينا الزقوق متاعنا وركحناه. هذه الفرينه متاعنا حاضره وراكحه، البول كل تنحاو فيها باش نصبها في الخليط متاعنا متاع الزقوق. بيان سور نصفيها كي نجيو نصبو وتنوريكم كيفاش، ومن بعد نحطوها على الغاز نطيبوها في عقلنا وتنوريكم وقتاش نزيدو السكر. الوغ توا بعد ما حطينا الفرينه متاعنا مصفيه امورها مريقله، حضرت الكيسان متاعي كيما تشوفوا كيف هكاكا اللي باش نحطو فيهم، ونقعدو هكا نخلطو بشويه حتى فين تولي لنا عصيده، وتنوريكم كيفاش الريزولتا متاعنا باش تطلع. الور كراواه بدات تبقبق هكا قريب تصيب لنا، بون بريسك طابت هي تبقبق كيف هكا. نزيدوا لها السكر، اني باش نحط 2 كوبات سكر كيف هكا، ونخلطوها بالباهي ونسكروا عليها الغاز. الوغ توا العصيده متاعنا حضرت طابت، حطيناها في الكوبات متاعها تبرد شويه، او ميم طون باش نحضروا الكريمه اللي تجي فوقها. 2 باكوات كريمه وعليها اترا حليب فوالا. وكيف هكا العصيده متاعنا حضرت، زيناها وركحناها فوالا كيف هكا. ان شاء الله تكون عجبتكم، ونشجعكم باش تعودوها كيفي. تمشيو تشريو وتعودوها كيفي ولا. حبيت هكا نجرب بتي هكا كيسان صغار هكا، حبيت نشربهم كيفاش باش يطلعوا. هذا هي الكاس الكبير، لهنا زينة فينو لهنا شارجي. حاسيلو باي باي. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. ما تنساوش تعملوا الاشتراك على قناتنا باش توصلكم كل جديد، كل فيديو نهبطو جديد يوصل لكم. اعملوا دي كومنتير وباي باي.